اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست فاهم قصدي. النهارده عايزين نتكلم على الشوبينج الاونلاين او مش الاونلاين، المولات، القصه الكبيره دي كلها. استاذ جلال، خبرك ايه في الشوبينج؟ اللي انا شايفه ده يعني ما يدلش انك ليك في الشوبينج أوي. لا عيب عليك، الصرف باين. لا يعني انا شخصيا الشوبينج بالنسبه لي بحس اكتر الاحسن لي اللي هو اونلاين. حاجه كده وانت قاعد على السرير بالليل تقعد تقلب تسكرول من هنا، تحط حاجه في الباسكت هنا، يعني اريح كتير من ان انت تروح وتعمل. هي اريح، بس هي فيها خطوره كبيره قوي ان انت، يعني انا مثلا في موضوع اللبس ده صعب قوي اشتري اونلاين، يعني الا لو عارف السيريال نمبر بتاع الحاجه اللي انا هجيبها. عشان مش لازم اقيس، بس لازم اشوف شكلها ايه عليا، خصوصا لو ده تي حقيقي. شيرت قميص بتاع. لو جزمه نضاره حاجه كده مش محتاجه مقاس ممكن، اوكي. بس الحاجه بقى اللي بتتلبس دي محتاجه سيريال نمبر وباركود وفاهم ماك ادرس وكل حاجه، يعني انت تبقى متاكد ان هي دي ان اللي هي هتخش هتيجي فيك. على مقاسك، ده حقيقي. وعلى موضوع الباسكت ده انا بحاول امسك نفسي قوي كتير في موضوع الاونلاين شوبينج، بس انا عندي الباسكت دايما مليان. بس بتتشيك اوت ولا سايبه مليان؟ لا سايبه مليان. عارف اللي هو ايه، بدي نفسي فرصه، طب نفكر تاني. انت عارف في ميزه للناس اللي بتحط حاجات في الباسكت وتسيبها، ان هو يعني بيعملوا كده الاي كوميرس ويب سايتس وكده، ان هو شافك سايب حاجه في الباسكت بقالك شويه وانت ما بتشتريش، فيقول لك طب بقول لك ايه، ما ده في 10% خصم عشان تخلص، او بقول لك ايه دي قربت تبقى اوت اوف ستوك. ايوه، وبيفكرك دايما بيقول لك خلي بالك الباسكت بتاعك مليان، انت لسه ما اشتريتش، فاهم؟ يعني تحس ان هو ماشي وراك. مفيش حاجه ناسيها كده ولا كده. ايوه. بس الاوفرات بقى لما بينزلوا اوفرات خصوصا الاونلاين دي، هي بتجنني شويه. اكتر حاجه يعني بحاول اوصل لها دايما اللي هو انت لو صرفت رقم معين هتاخد فري شيبنج. انا موضوع الشيبنج ده بيجنني، مش عارف ليه، بحس ان هو رقم مش كبير قوي، بس لما يتشال بفرح. اي بس انت دفعت اضعافه في بس اشتريت الترانزاكشن حاجات نفسها. يعني انا بحس الموضوع ده، يعني مثلا ايه، يقول لك مراتي مثلا تقول لك مثلا ايه ده في عرض، عاملين عرض رهيب، ادفع 10000 جنيه وهتاخد كاش باك 1000 جنيه، كده احنا وفرنا 1000. لا احنا كده دفعنا 10000 جنيه. احنا ما وفرناش حاجه. والمشكله ان ال1000 اللي هي ترجع لك دي انت عمرك ما هتجيب حاجه ب1000، هي دايما بتبقى هتحتاج تزود عليها. اه. شكرا. فمدرسه موضوع العروض والاوفرز، لو فعلا حاجه انا مش محتاجها يعني لا يعني قولي اللي انت عايزه، اعمل لي العرض اللي انت عايزه، انا مش هجيب غير اللي انا محتاجه. ده بس انت عندك هذا الكنترول يعني على نفسك يعني. على نفسي او على مراتي لا. على موضوع بقى المراتات وبتاع، هي في دايما الخطوره، تعرف امتى مراتك بتشتري كتير وبتاع؟ لما يعني أنا في الاول مثلا مراتي كانت بتسالني ابعت لي الفيزا الكارد نمبر مثلا، رقم الكارت 16 رقم. 16 رقم تبعته. في مره بقى انا كنت قاعد معاها لقيتها بتدخل ارقام الكارت من غير ما تسال. فلما توصل انها حفظت السيريال نمبر بتاع الكارت ده، اعرف ده ناقوس الخطر. اعرف انك لازم تطلب كارت جديد. اعرف ان انت لازم توقف الكارت ده. لو حفظته تبقى مصيبه. دخلت السوبر ماركت، هي دخلت السوبر ماركت اختلفت عن يعني زمان عن دلوقتي كتير. معلش ثانيه واحده، لوحدك ولا مع مراتك؟ عشان هتفرق. هنبدا بلوحدك. ماشي. انت لو دخلت لو انت طبعا مش داخل لوحدك، انت داخل بليسته اتليست، او داخل بحاجه، فانت داخل بهدف، انت داخل تخش تشتري مثلا علبه جبنه وعيش واي حاجه، اي حاجه دي. عيش وجبنه واي حاجه. ولم. ليه؟ بتلم. على حسب. انا بقول لك بقى التريك اللي انا اتعلمتها بعد يعني خوازيق كتير قوي خدتها في السوبر ماركت. عمرك ما تروح سوبر ماركت او هايبر ماركت يعني وانت جعان، دي اكبر غلطه ممكن تعملها. خاصه لو انت رايح مثلا اللي هو في اخر اسبوع او اول اسبوع، انك تجيب شويه حاجات تقضيك شويه يعني. لو جعان هتجيب حاجات كتيره جدا انت مش محتاجها بس عشان انت جعان، دي اول غلطه. تاني غلطه ان انت تروح من غير ما يبقى معاك ليست. هي الليسته دي مهمه. الليسته دي مهمه اصل من غيرها انت تايه في بحر العجايب. في ملكوت الله. تعدي على حاجه حلو، ده جميل، ده عرض هنا، والحاجات مش محطوطه صدف يعني والارقام ما بقتش دلوقتي، يعني ان انت عادي ممكن تاخد دي معاها، يعني فاهم، دي بجنيه دي ب2 جنيه، ما فيش حاجه اقل من 7000 جنيه. تخش تلاقي في رقم الدفع مرعب، وقصاده ما تحسش ان انت اشتريت حاجه قوي يعني.
طيب بالنسبه بقى يعني شوبينج، وبنتكلم على اللبس والبراندز اللي هي الحاجات الغاليه versus الحاجات لا، بتحس ان انت يعني لو هتشتري حاجه من الحاجات اللي هي براندد يعني انت بتدفع في الايتم نفسه ولا بتدفع في اللوجو اللي هو محطوط عليه ايا كان هو ايه؟ هي دايما بقى انت بيبقى جواك ان انت الغالي ثمنه فيه والجو ده فاهم عارف، بس دلوقتي بقى غالي قوي يعني فاهم، فما غالي بقاش جداً. ثمنه فيه. يعني انا مش بلبس براندات كتير بس لو هجيب براند هجيب براند، مش هجيب مضروب. انا عندي مشكله جدا مع المضروب، يعني انا يعني عادي ممكن اجيب اي براند ملوش اسم حتى، بس ما يبقاش حاجه بقى اللي هو اديباس والحاجات اللي هي فاهم لا اديبوس ايا كان، لا يعني انت لو هجيب البراند، لو قدرت ادفع ثمنه هجيبه. انما لو هو المضروب بتاعه او فيرست كوبي بقى ولا اخر كوبي ولا مش هجيبه. بص اصل موضوع يعني نرجع خطوه بس لموضوع البراندز الغاليه واللي مش غاليه وكده، في زي بلوت تويست في الموضوع الحاجات ده. البراندز اللي فعلا غاليه هو مش هيحط لوجو واضح او ظاهر او اي حاجه، هو اجمد بكتير من ان هو يحط حاجه واضحه وصريحه بتقول انا اسمي كذا. ودي اللي الناس اللي هم المليونيرات مليارديرات ما بيلبسوش براندات، ما بيلبسوش براندات احنا نعرفها، ده موضوع تاني يعني هم في حته ثانيه خالص. وموضوع بقى الغالي ثمنه فيه وكده، يعني انا بحس ان هو بولو تيشرت لو عليه حصان رالف لورين مثلا هتلاقيه ب 10000 جنيه، لو عليه حمار هتلاقيه نزل معاك 500 جنيه. يعني بروبلي الماتيريال هتفرق بس يعني مش فرق سيجنيفيكانت يعني. بس هو الماتيريالز كلها بتصنع في يا اما في الصين يا اما في بنجلاديش، يعني الحتت حتى ايوه في حاجات تتحير، في حاجات بتصنع هنا في مصر وحاجات بتصنع وبعدين في مصر. ترجع تتباع هناك في انجلترا ولا في اي حته وتبيع اغلى بكتير بالظبط. يعني عشان ترجع لنا تاني. هو تحس ان هي نفس الحاجه ككواليتي، بس انت برضو جواك بتحس ان يعني في ناس، انا ممكن واحد منهم اللي هو يعني لا مش هجيب المضروبه، مع ان ممكن تبقى هو نفس الشخص اللي عمل ده هو اللي عمل ده. بس انا ما بحبش امشي ببراند فيك يعني بس هو انت عارف موضوع المضروب ده برضه هو درجات. في اوريجينال خلاص ده الاصلي، في كوبي ده متقلد واضح، في هاي كوبي متقلد بس بدرجه عاليه قوي، في ميرور كوبي ده يعني بقى اعلى درجات البتاع، وفي ميرور اوريجينال ده بيقول لك انت محتاج زي مش درجه خبير يعني، بس محتاج واحد بقى يقعد يجيب عدسه ويبص عشان يفرقوا ما بينه وبين شبيه السادات احنا في مصر عندنا الحاجات دي كتير، شبيه مبابي شبيه مش عارف مين كل واحد ليه حاجه، كل واحد ليه الكوبي بتاعه بعيدا بقى عن الاونلاين شوبينج، رحت المول، انت بتلاقي نفسك يعني بسهوله ان انت تدور على حاجه معينه، او ولا انت بتارجت محل معين، ولا انت ويندو شوبينج زي ما بيقولوا اللي هو بتقعد تلف لغايه ما تلاقي حاجه تعجبك؟ يعني انا بالنسبه لي خروجه المول دي هي احيانا بتبقى خروج لو انت مش رايح بهدف شراء حاجه معينه، لا هتلف على كل المحلات ويندو شوبينج هنا وهناك وكده. بس لو انا بقول لك انا بفضل الاونلاين شوبينج، لو انا هروح اوفلاين عشان اشتري حاجه، لا انا لازم ابقى مقرر كويس قوي انا عايز ايه وهجيبه من فين. هدخل المحل انا عايز قميص ابيض، هطلع بقميص ابيض غالبا من اول محل. يعني لو وصلنا للتاني ده يبقى انا كده بذلت مجهود. لو لقيت مقاسك ولقيت كل حاجه والسعر كويس هتجيبه على طول، مش بجو بقى اللي هو نقعد نلف يمكن الاقي حاجه احسن هو ده حلو وعجبني خلاص خلينا. يعني انا عندي مشكله في الموضوع ده، ان انا وخصوصا لما يعني بره مصر لما تعمل شوبينج، انا لما بروح محل وعجبتني تي شيرت مثلا واشتريتها، انا لو 4-5 ايام ورحت فرع تاني للمحل ده، يعني خلاص انا برتاح لما بلاقي حاجه مقاسي وتبقى الفيت بتاعها كويس عليك، فبتحب تحس ان انت عايز تخش المحل ده عشان خلاص مقاسك، انت عرفت اللارج بيخش عليك ولا الاكس لارج بيخش عليك، فخلاص فبخش بجيب نفس التيشيرت هي تاني، انا بنسى تماما ان انا جبته. ودي حصلت لي مرتين يعني مش مره، مرتين اشتريت طلعت بنفس التيشيرت، ولما روحت الاوتيل وبتاع فببص هم هي يعني حتى مش يعني حتى نفس اللون يعني فاهم، فعبط بقى في الموضوع ده، فبقيت بركز جدا ان انا لا هو انا جبت من المحل ده تيشيرت شكلها عامل ازاي بتاع، فاللي هو خلاص بقى غير. انت عارف على موضوع يعني انت بتعمل كده وانت ناسي ومش واخد بالك كده، في بعض الناس اللي هم بقى يعني ناجحين قوي واغنياء قوي سكسسفul جدا وكده، هم بيعملوا كده قصد انه مثلا ليتس سي في تيشيرت جه على مقاسه ولونه عاجبه وكده، هو هيجيب منه 10 نفس اللون 10 نفس اللون من التيشيرت، البنطلون هو في منه 10، بيصحى الصبح كل يوم بيلبس فريش كيت هو نفسه، هو زي مارك زوكنبرج بالظبط. ليه بقى؟ يعني بيقولوا انه عشان ما يرهقش مخه ويضيع وقت في ان هو يفكر هلبس ده ولا ده، طب ده جاهز ولا مش وده جاهز، لايق على ده ولا ده مش لايق، والالوان هو ده لايق لا مره هيليق كل مره احنا هنلبسه على طول. ايوه هي وجهه نظر.
هي وجهه نظر فعلا. انا بالنسبه لي دي تبقى مريحه جدا. انا بكره يعني بس حاسس تبقى ممله جدا، بس هي مريحه بس ممله. ايوه، انت تصحى الصبح ده فعلا مش عارف تلبس ايه، وخصوصا في المناسبات لو يعني. وبعدين برضو خلي بالك نظره المجتمع برضو يعني قاسيه. حاول بقى تقنع الناس. حاول بقى طبعا انا لو حلفت لك ان انا عندي 10 من الطقم ده عمرك ما هتصدق، وتقول ان هو واحد وعمال بعيد فيه لما انا حالته وبره. بالظبط يعني، مجتمع قاسي جدا جدا. طب دلوقتي مثلا خلاص انت اشتريت حاجه اونلاين من الحاجات الكتيره قوي اللي في الباسكت اللي انت ما بتعملش تشيك اوت، وليتس سي مثلا خلاص حاجه ما طلعتش زي ما انت متوقعها، ما طلعتش مقاسك ايا كان، وعايز ترجعها. البروسيس دي اخبارها ايه؟ سهله صعبه؟ حسب انت اشتريت منين يعني. في ناس بتبقى سهله جدا ان انت ترجع الحاجه يعني، فاهم، خلاص وبيرجع لك الفلوس على طول، ومندوب مثلا يجي ياخد منك الايتم او حاجه. بس انا عندي مشكله اكتر في موضوع الترجيع ده، لما يعني ودي حصلت كذا مره برضو، ان مراتي مثلا تبعت لي صوره جزمه مثلا ولا حاجه، فانت مثلا في الشغل وبتاع، فما خدتش بالي، ففي مثلا 3 صور 3 جزم نزلوا لك كده على الواتساب، وبعد كده رديت بعد مثلا 10 دقائق ربع ساعه دي حلوه، فتقول لها لا مش حلوه، فتلاقي المسج اللي بعدها جايه انا خلاص اشتريتها. هنا موقف مش ظريف خالص، عشان لازم تغير كل اقوالك. يعني فاهم، اللي هو انا خلاص اشتريتها وروحت البيت مثلا، فاهم، فاللي هو انت وحشه ليه؟ مش عاجباك ليه؟ يا مش لايقه عليا يا فاهم. هتلاقي اسئله كتير فتبتدي بقى ترجع بقى كل اللي انت، لا اصل انا بحسبك بتتكلمي على الزرقاء، لا الخضره دي جميله جدا. دي تحفه. دي هي دي. فدي مشكله كبيره على فكره. فانت لازم، انا بقيت يعني لو خلاص لما تبعت لك صوره تسال انت جبتيها على حسب. بالظبط. لو قالت لك برافو ان انت جبتيها علشان هي حلوه جدا، اختيار ممتاز. تقلب بقى شات جي بي تي شويه، عارف انت. هايله هايله هايله. لو ما جبتهاش كويس برضه، هي مش احسن حاجه يعني بصراحه. بس كده كده لازم تبقى حسيس في كلامك، ما ينفعش تقول وحشه يعني. لازم يعني تقول تحت اي ظرف من الظروف ما تقولش وحش. لازم تقول مثلا في احسن، في احلى، في اللون ده مثلا في منها درجه افتح شويه. بالظبط، حاجه كده يعني. ولكن انا بالنسبه لي اسوأ حاجه في الشوبينج هو ان انت تشتري حاجه لحد. يعني انا اصلا بتعب جدا اشتري حاجه لنفسي، عشان عندي اوفر ثينكينج كتير كده شويه، فاللي هو تلبس الحاجه طب حلوه بس اوفر ثينكينج واوفر سايز واوفر كل حاجه يعني. بالظبط. فان انت تلاقي مقاسك وتلاقي قرارك في نفس المحل، دي بتبقى صعبه. فبعض اللي هو طب حلوه طب مش حلوه، خصوصا لو رايح لوحدي، فبقعد كتير شويه. انما بقى لما حد مثلا تشتري هديه لحد، هدوم خصوصا، بجد دي بالنسبه لي اصعب حاجه في الدنيا، عشان بتقعد تتخيل بقى اللي هو اللون ده بيعجبه، هو ده مقاسه، هو ده طوله، هو ده مش كل حاجه هو عنده زيها. فدي انت بقى يعني انا زي ما انت بتقول، انا برضو عندي صعوبه شويه في اتخاذ قرارات ان انا الاقي حاجه تعجبني اشتريها وكده، فما بالك لو بتشتري لحد. فعشان كده ما بحبش اجيب حاجه لحد هدايا، يعني مش معفن، ما بجيبش خالص، بس يعني افضل ان انا ادي لك زي جيفت كارد، ولا ادي لك فلوس فاوتشر اي حاجه، وانت بقى شوف انت عايز تعمل ايه. بس دي مش هي دي عمليه، بس هي عمليه بس يقول لك مش رومانسيه، عارف. فن اختيار الهدايا. ما انا ما عرفش اختار، خد انت واختار بقى اللي انت عايز. بس طب سؤال بقى، لو جات لك هديه ومن حد قريب منك يعني، ومش عاجباك وتعب فيها قوي ان هو يجيبها لك، لا خلاص لبستها ما تكملش. صح، لبستها. اصل هتعمل ايه؟ تصحى كل يوم ادي التيشيرت الفحلوي اللي انت جبتيها عشان تبقى مبسوطه. فن ارتجاع الهدايا ده مش يعني ممكن تعمله بس استحمل بقى يعني. لا مش تبقى حلوه لو حد تعبان في هديه وقعد يعملها، بس هو فعلا مش حلوه. عشان كده نرجع للجيفت كارد بقى، ولا الفاوتشر اللي انا قلت عليه. بس هي يعني في ثقافه الرجاله ممكن تبقى دي احسن حاجه في الدنيا عملية. انا اديك يا عم خدها دي 200 جنيه روح اتشقلب بيهم. 200 جنيه مش هيوصلوني المول مبدئيا. ادفع الباركينج. بس البنات بقى لا، يعني انت كده ما تعبتش حاجات وخصوصا لو اشتريت بقى فاوتشر اونلاين وبعتها لها على الواتساب، ده انت ما اتحركتش اصلا يعني. ايوه هم بيحبوا الحته دي، اللي هو لازم تبذل مجهود، لازم تعرق، لازم تشقى. ايه يا حبيبتي، في 1000 جنيه جات لك على الانستا باي، يلا كل سنه وانت طيبه. مفيش الكلام ده. لا قوم هز طولك وروح. لازم تشقى وتتعب وتعافر، اجري اسعى حاول. لازم. طب مثلا لو انت دلوقتي مسافر وحد، يعني انت مسافر بره مصر وحد في مصر، ايه ده انت مسافر، طب بقول لك ايه، ممكن تجيب لي معاك ايفون، ممكن تجيب لي معاك شايل عروسه، يعني اي حاجه. هي المشكله في الحته دي يعني، اوقات بتبقى الطلبات منطقيه يعني عادي جدا، حاجات مش موجوده في مصر، حاجه مش موجوده او غاليه قوي في مصر.
وحاجه هو بيسهل عليك، يعني الشخص نفسه انت قول لي بس العنوان وانا هبعتها لك، يعني كل اللي انت تاخده انت تاخد الحاجه تحطها في شنطتك نقطه. في ناس طبعا بتاخد العشم وتكون الازيد برضو شوية. يعني حجمها ريلاتيفلي صغير، ووزنها يعني فاهم، يعني كل حاجه يعني مش فاهم، مش بطانيه يعني ارجع ببطانيه مثلا مش ممكن فاهم. بس في ناس بقى بتبقى فعلا فكره العشم معدي شويه، اللي هو انا هبعت عليك شويه حاجات، وشويه حاجات دي اللي هو انت كل يوم في باكج جايه لك، ولا كل يومين مش عارف ايه، واستنى طب انت ماشي امتى، طب ايه، طب بص اصل دي مش هتلحق توصل، طب ممكن تعدي انت على من المحل الفلاني في الحته الفلاني الفلانيه وتشتريها لي، اصل انا مش لاقيه البتاع ده، اصل انا مش لاقي كويس انك مش لاقيها هي اصلا ملهاش مكان. والمصيبه بقى ان انت لما يعني بتحط كل الحاجات دي في الشنطه وتوصل للمطار وتوزن ويقول لك لا يا باشا في كام كيلو زياده، في 2 كيلو كده، قلت له لسه واكل يقول لك لا في الشنطه، وتقعد بقى تفتح الشنطه في المطار ونفضي من هنا لا دي ونحط حركه هنا. انا ما بحبش اعملها ابدا. يا لهوي. خاصه لو انا جايب حاجه لحد برضو، يعني خاصه لو دي بقى مش حاجاتي، يعني ده اسوأ العصبيه بكتير. بتعلى. انا مره انا بجد يعني من اسرع الاوقات اللي انا بتعصب فيها، اللي هو يعني انت باعت لي كل الحاجات دي ودلوقتي انا متاخر على الطياره ولازم اقعد افضي واحط في والبس ايه واعمل ايه، حاجه بقى بتعصب جدا. فيا جماعه نبقى بس يعني حسيس شويه وانت بتطلب حاجه من حد هو مسافر وهو مسافر، يعني فاهم، يعني حاجه دواء بتعملش الحاجات دي اوكي. أيوه. بس مش حاجه يعني مش اير فراير يعني مش اير فراير يعني الفكره بقى ان انت اوقات طبعا لما بتسافر اجان حسب علاقتك بالاخرين، بس بيبقى في عشم ان انت راجع بهدايا اكيد عشان انت بابا نويل، يعني فاهم انت لازم انت رحت امريكا، يا خبر ابيض ده امريكا ده بيقولوا بيوزعوا الحاجه ببلاش، انت لازم هتجيب لي ايه معاك، هتجيب لي في ناس قريبه وفي ناس بعيده، بس في ناس بقى بتتنسى يعني ده اكيد. فبيبقى الخيار الاخير اللي عندك هو المطار. انت دلوقتي في المطار خلصت بوردنج وخلصت كل حاجه مستني طيارتك، وفي كميه محلات بقى في المطار هم مستنيين الزبون اللي زيك ده تعالى انت راجع جبت حاجه جبتش، طب تعالى خد. والاسعار بتاعه المطار هي مش حقيقيه يعني اغلى بكتير جدا من اللي بره. هم ما بره. عندهمش فكره ان نفس الفرع ده بس يبعد 10 كيلو عن المطار هو بنص الثمن. فان انت توصل، انا بقى ما بفهمش الناس اللي هو بعدي كده يعني عادي بتبقى قاعد بتحرق وقت لغايه ما الطياره تيجي، وتلاقي ناس عماله بتشتري حاجات بتبضع وباسكت ويعني فاهم، وماشي بعربيه نفس العربيه اللي احنا بنعملها هنا في السوبر ماركت بالظبط. يا جماعه انتوا بتهزروا وبتاع. ده انا مره فاكر ان انا كنت انا واخويا راجعين من سفر هنموت من العطش حرفيا هنموت من العطش، والطياره لسه قدامها ساعه. رحت على كافيه كده من الكافيهات، قلت له معلش انا عايز شويه تلج بس عشان اخويا رجليه اتعورت، هو قاعد واقف ورا ماسك ركبته فيلم هندي، تلج كوبايه بتلج، انا قرقشت 3 وهو قرقش 3 وهي عدت ازازه الميه كانت ب 4 يورو 4 يورو معلش فكر فيها مش هيحصل. لا انا كان ممكن اشرب من الحنفيه يعني يعني ما يعرفش بقى ممكن من الحنفيه برضه، بس انا فكرت فيه دلوقتي ان انا لقيت اصل انا كنا واقفين قدام البتاع يعني فاهم، وعصاير ايه وميلك شيك ايه وحاجات اللي هي بتجري الريق دي تدوخ وانا اروح اشرب بق مش شطافه جوه ده. طب ما هو هات تلجتين كده بس ماسك الكوبايه حتى. انت عارف انا في اول كام سفريه ليا كان عندي معتقد، طبعا معتقد خاطئ جدا، ان انا مسافر بقى انا مسافر، انا على سفر خلاص مش فارق. فاي حاجه من الحاجات اللي انت بتقولها، الميه ب 4 يورو البرجر مش عارف بكام، انا مسافر كأن في فتمام هتشتريها يعني هشتريها جدا انا مسافر اوكي. بيني وبين نفسي بقول يا ابني انت مسافر، يا ابني عارف اللي هو ده حبيبي ده انت هفتان النهارده اليوم الاوف. بعدين مره في مره حاجه على حاجه ترجع تلاقي الستيتمنت بتاعت الكريدت كارد، ايه الهبل ده ايوه يعني واضح ان الحاجات دي هنحاسب عليها في الاخر الظاهر كده. خلي بالك برضو اصل انت لما بتدفع بكارت، وهم على فكره انا بتخيل ان هم قاصدين كده، يعني موضوع ان انت الفلوس بدل ما تبقى كاش تدفع، بتحس ان انت فاهم بتعد، الا الناس برضو الجيل الاقدم شويه لسه لغايه النهارده بيدفع بيبدل دولارات لا بيدفع قصدي كاش يعني بيمشي بورق. حاولوا يتاخروا الورق شويه طلع لك الكارت وبعدين دلوقتي ايه حتى ما بتدخلش الكارت في انت بس تاب وبالساعه ودلوقتي بقى بالتليفون وبعد كده بقى بالساعه. فكل الحاجات دي او اعتقد هي شغاله عليا انا بس ان انا ما بحسش ان انا دفعت حاجه، غير لما كنت تقعد تعد وانت معاك رزمه فلوس ايا كان يعني معاك شويه كده وبيخلصوا، ده انا ما بشوفش. بس الحقيقه يعني الامباكت بتاعه غير في لما الستيتمنت بتيجي. في النقطه دي عايز اشهد بالبنك المركزي عندنا لما الكروت ما كانتش شغاله بره اصلا
دي كانت حركه حلوه منهم ان احنا نلم ايدينا شويه. وانت كان فاكر ده كان عشان خاطر مين؟ ده لمصلحتك يا استاذ. بالظبط، وانا عشان كده بشكرهم. اصلا الكارت مش شغال، ما تتعبش نفسك، ولا تاب ولا باب ولا خش اركب طيارتك وامشي. ايوه دي كان من وقت من اوقات التوفير فعلا. دي كانت حاجه حلوه بصراحه. بس رجعوا فتحوا الدنيا شويه. وناشد الرئيس البنك المركزي يا ريت تقفل تاني كروت عشان في خطوره كبيره قوي. طيب دلوقتي مثلا في الشراء وفي البيع في فقره اسمها الفصال. دي مهمه جدا. هل انت من الناس اللي او بتعرف تفاصل اصلا؟ انا بعرف افصل كويس قوي، بس عمره ما الراجل بيقتنع يعني يعني هو بيقول لي 100 بقول له 3. فما بردش عليها اصلا، فبنخش وندي، فبحس هو اللي ملوش في الفصال مش. بس على ذكر الفصال، انا يحضرني موقف كان حصل لي وانا مسافر. كنا في اسطنبول مره، كنت انا وواحد صاحبي وراكبين تاكسي. احنا كنا في الاول في المول وبتاع ولمينا، وهو بيفاصل جدا وكل حاجه بيفاصل معاه، برضه ما بيوصلش لحاجه. بس anyway هو لو الراجل بيقول لك 100 انت بتقول له 3 عمركم ما هتوصلوا اي حته. بالظبط. فانا دايما لما بروح مول بقى وابقى عامل حساب ان انا اعمل شوبينج، بيبقى معايا شنطه، يعني شنطه كاري اون كده علشان ما تقعدش شايل اكياس، فبحط كل حاجه في الشنطه. المهم ركبنا تاكسي انا وهو، حطينا الشنطه في شنطه العربيه ماشي. وراكب انا وهو، وفي عداد. انت عارف بتوع حبايبنا اللي في تركيا السواقين التاكسي خصوصا بيحب يلففك لفه كده حوالين البلد قبل ما يوصلك علشان تشوف جوله سياحيه، المناظر السياحيه وبتاع. فدي حاجه لقطه ظريفه منهم، ولكن العداد بيعلى قوي يعني. انا مش فاكر الارقام، بس لو افترضنا ان احنا رحنا المول ب20، فانا راجع الاوتيل ب40. الراجل بيقول لي 40. فمحمد كان معايا وبتاع، فانا يعني انا شايف العداد قاري 40، فيعني هتعمل ايه يعني؟ لا ما تدفعلوش 40، اديله هم ال20 بس وبتاع. زي ما رحنا زي ما جينا. فمحمد قال لي بس اسمع الكلام وبتاع. رحت اديته ال20، قال لي بقى انزل بقى من التاكسي بسرعه، هيقعد يورطم هو، مالكش دعوه، انزل انت بس وخلاص. فنزلت من التاكسي بتاع هو. الراجل طبعا هارينا شتيمه تقريبا، يعني انا مش عارف هو بيقول ايه، بس اكيد مش حاجه حلوه، مش اللي هو ربنا يوفقك ولا حاجه. عمال واحنا والشارع واقف، فهو مش هينفع ينزل، امشي 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 وبتاع. فرحنا مشينا، راح التاكسي مشي. قال لي شفت يا ابني في الاخر بتاع الشنطه فين؟ الشنطه في التاكسي. الله يخرب بيتك. قال لي عادي كلمه، ما احنا على رقمه بجد. دلوقتي هو اكيد هيرحب بمكالمه زي دي. كلمته 50 مره ولا اي حاجه طبعا، وراحت ست الحته. راحت بجد؟ راحت الشنطه، راحت لغايه النهارده. بس ما تنكرش وفرتوا ال 20. وفرنا 20 متخلف بجد. انت عارف انا على موضوع الفصال وكده، يعني انا عاده مش من الناس اللي بتفاصل الا لو في مثلا بازار لوكال ماركت حاجه كده. مره كنت في كينيا ماشي، ورحت لوكال ماركت وبتاع تحفه انتيكه مش عارف ايه، وحاجات انت اصلا مش محتاجها. انت اصلا نازل تتفسح مش تعمل شوبينج يعني. فهو هناك عندهم كونسبت عجيب جدا. فمثلا ليتس سي بتاع زي ده، بكام ده؟ فيقول لك ده ب 200. فتقول له شكرا، اللي هو احنا بعيد قوي. فيقول له بس راح فين انت عايزه بكام؟ قول لي انت عايزه بكام؟ 3. ما بعملش. فانا اقوم قايل له 100، يقول لي بس حلو قوي، يطلع ورقه وقلم ويقوم كاتب. انا قلت 200، انت قلت 100، انا بقول لك 180، ها قول. خلاص ده بقى اخرنا وده اولنا. هي بجد لعبه. احنا هنلعب. فانت قول رقم، وبعدين انا اقول له لا قول رقم لغايه ما نوصل لحاجه تكسب معانا في 140. هو يقول لك بارجن يلا بارجن خلينا نلعب. ده ايه ده؟ والله العظيم بيحبوا الحاجه كده كتير. بقى عملت اللعبه دي، بقعد العب اللعبه دي ما بشتريش في الاخر اصلا، بس يبقى فيها سسبنس برضو. هو يفتكر ان هو هيكسب، انا افتكر ان انا هكسب. تسيبه تمشي في الاخر يعني ما انا مبقاش عايز الحاجات اصلا يعني. ما انا قايل لك من الاول ان انا مش عايز. نرجع تاني موضوع الشنط اللي ضاعت مني. يعني دي شنطه ضاعت مني، انا في شنطه بقى اغلى منها ضاعت مني، وهي شنطه الهاني مون. يا نهار ابيض. وانا مسافر الهاني مون بتاعي بعد الفرح وبعد كل حاجه، وكل شويه اطقم جديده بقى ايه تاكل الخيال. وصلنا هناك الحمد لله الشنطه ما جاتش. قعدت قد ايه بقى كده؟ 4 شهور الشنطه ضايعه. 4 شهور؟ 4 شهور. انا كنت هناك بقى يعني كل يوم بروح اشتري تيشيرت واشتري لا مؤاخذه شراب، انت فاهم يعني. بتمشي نفسك وخلاص، ولا في قطم ولا صور الهاني مون كلها بنفس التيشيرت. لغايه بقى ما رجعت مصر وبتاع، وشكاوي ومكالمات وبتاع. بعد 4 شهور لقيت مكالمه جايه لي من مطار القاهره، استاذ مارك احنا لقينا الشنطه بتاعتك. مش مصدق. رحت على المطار وبتاع، فقالت لي بس عايزه الباسبور بتاعك. فرحت اديتها الباسبور. راحت ندهت يا مجدي بعد اذنك هات الشنطه. فراح هو الراجل خد مني الباسبور، دخل خرج تاني على طول بيقول لي وانت مارك مجدي نعيم عبده فانوس؟ قلت له ايوه. قال لي انت اسمك مارك مجدي نعيم عبده فانوس؟ يا عم ايوه. قلت له ايوه. قال لي انت عارف انا اسمي ايه؟ قلت له لا. قال لي انا اسمي مجدي نعيم عبده جرس.
ايه انا مش مصدق لغايه ما شفت بطاقته، هو فعلا اسمه مجدي نعيم عبده جرس. قلت له طب انت عندك ولد اسمه مارك ولا حاجه؟ قال لي لا. من النهارده بقى عندك ولد بس اسمه مارك. مجدي نعيم عبده جرس ومجدي نعيم عبده فانوس. انت فاهم؟ غريبه جدا. مش ممكن. كانت حاجه مبهره اكتر ان الشنطه رجعت. بس الشنطه بقى اللي رجعت ده كان فيها كيلو كاجو شاريه باظ. طيب على الشوبينج بقى والسيلز والحاجات دي، لما مثلا بيبقى فيه كوبون، بيبقى فيه فاوتشر، يبقى فيه، انا بحب الحاجات دي جدا. بتحبها؟ يعني طالما انا شاري حاجه انا عايزها وكده، هاخد حاجه بقى ان ريتيرن تبقى تحفه. مره كنت اشتريت حاجه من مكان بتاع مراتب ومخدات ومش عارف، فقال لك لو اشتريت مش عارف ب 10000 جنيه هتاخد فاوتشر تشتري ايتمز ثانيه ب 2000 جنيه. حلو. انا كده كده كنت محتاج الاولانيين فاشتريتهم، وخدت الفاوتشرز من عندهم وعليها الشروط والاحكام، وتستبدلها من اي فرع وفاليد لمده مش عارف شهرين، فعادي. ودين الفتره دي رحت فرع تاني عايزه ابدل، فطبعا زي ما انت قلت القيمه دي مش هتجيب لك حاجه، فانت هتزود عليها. تمام، بس انا وفرت ثمن البتاع ده. المهم ايه، خدت شويه حاجات ورحت على الكاشير خلاص، قلت له بص انا ايه معايا دول وشوف الباقي كام انا هدفعه. الراجل يا ابني مسك البتاع كده، بص انا كده ويقلبها كده ويقرب، حضرتك الفاوتشر دي انت جايبها منين؟ قلت له لا دي انا عاملها عندي في البيت، طبعها عندي لو عايز اجيب لك. يعني ايه اعملها منين؟ مش فاهم. ما عليها اللوجو وعليها اسم كل حاجه وعليها ختم. قال لي لا اصل فصل. طب انت من فرع ايه كذا؟ طب لا استنى روح بدلها هناك. لا مش هبدل. قصه وحكايه، ويكلم مديره ومديره يكلم مديره، وفي الاخر بدلتها طبعا. انا قتيل. اكيد يعني. الشاهد انه التجربه ما كانتش يعني ممتعه. انت عامل اوفر ما تتنيل تخليني اخده، ساعدني يعني. طيب يا جماعه ده كان وقت الحلقه. شكرا جدا ليكم انكم وصلتوا لغايه اللحظه دي، ونحب برضو نعرف منكم ايه اكتر حاجه بتحبوا تشتروها، بتشتروا اونلاين بتشتروا اوفلاين؟ يعني قولوا لنا. لو انت بتقلب دلوقتي وفي الفيديوهات مقارنه بالشوبينج، كمل الفيديو للاخر وبعد كده بقى ارجع للباسكت بتاعك تاني. الدنيا ما طارتش. وافتكر بس ان انت تحط اللايك والسبسكرايب والكومنتات والحاجات اللذيذه اللي انتوا بتحطوها دي، علشان ايه نكمل برضو في الفيديوهات. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه جديده.